شراء عقارات الرملة البيضاء من المالك الحالي وسام عاشور بأكثر من 120 مليون دولار، هذا ما قرره مجلس بلدية بيروت وأحاله إلى محافظ المدينة القاضي زياد شبيب كي يطلع عليه ويضعه موضع التنفيذ. وعندئذ تأمل كل الحريصين على هدر المال العام صدور قرار حازم من المحافظ يمنع إبرام هذه الصفقة، لكن الأخير أكد لنا في مقابلة سابقة أن ليس له سلطة للرفض. القرار متخذ ويحتاج إلى قرار آخر من المجلس البلدي فقط. وهذا ما لم يقنعنا ولم يقنع أيضا وزير الداخلية السابق مروان شربل. شراء العقارات أو بيعها يلي بتزيد عن 100 مليون ليرة تخضع لتصديق المحافظ. فعاد المحافظ وأرسل إلى قناة الجديد ردا أشار فيه إلى المادة 56 من قانون البلديات التي تنص على أن وزير الداخلية هو المخول فقط ممارسة الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت. ولإقناع شبيب قصدنا المحافظ السابق يعقوب الصراف الذي استطاع عام 99 ومن موقعه كمحافظ منع إتمام الصفقة نفسها. عام 99 اتخذ قرار مماثل بمقايضة بين هالعقارين وعقارين آخرين وانعرض وتوافق عليه، ووقتها أنا اقترحت أنه لا يا أستاذ احذروا شوي، هذا منه منيح، أنه منه لصالح بيروت. وقتها تم العزوف عنه. بقى أنا لا، أنا أكون محل محافظ أنا عم أقترح شق طرقات بمحاذاة العقارات بشكل أنه يكون في تكامل وتواصل الملك العام بين الكورنيش والشط. الرئيس حسين الحسيني أكد أن من واجب المحافظ عدم إمرار هذا القرار لكونه يناقض أبسط المبادئ العامة في القانون الإداري. أي هيئة منتخبة لما بتصبح بآخر أيامها، يعني ضمن الشهرين اللي بتنتهي الولاية فيها، ما بيعود له حق يقوم بعمليات قابلة للتأجيل. من واجب المحافظ، مش بس من حقه، من واجبه أنه يمنع إقرار هيك قرارات خلال الفترة الانتقالية، وإلا بمثابة تهريب الصفقة. بعد رأي المرجع القانوني الرئيس حسين الحسيني ورأي المحافظ يعقوب الصراف، هل يقتنع المحافظ أم يبقى متمسكا بعدم الصلاحية؟ ليال بو موسى، قناة الجديد.